فاصبر، الفرج سيأتي ثم بعده العوض من الله سبحانه وتعالى. تحمل مصائب الدنيا، اصبر على أقدار الله، ارض بما كتب الله وقسم الله. هذا المسلم، هذا هو المؤمن. الصبر هو علاج الابتلاء. إذا ابتليت تصبر. وإن طالت واشتدت وجاء الضيق ثق أن الفرج قريب جدا. أنت يا إنسان في حاجة ماسة إلى الله سبحانه وتعالى، فاعد إلى الله في كل حين وترقب التيسير وانتظر التباشير. فاصبر، الفرج سيأتي ثم بعده العوض من الله سبحانه وتعالى. تحمل مصائب الدنيا، اصبر على أقدار الله، ارض بما كتب الله وقسم الله. هذا المسلم، هذا هو المؤمن. الصبر هو علاج الابتلاء. إذا ابتليت تصبر. وإن طالت واشتدت وجاء الضيق ثق أن الفرج قريب جدا. أنت يا إنسان في حاجة ماسة إلى الله سبحانه وتعالى، فاعد إلى الله في كل حين وترقب التيسير وانتظر التباشير. فاصبر، الفرج سيأتي ثم بعده العوض من الله سبحانه وتعالى. تحمل مصائب الدنيا، اصبر على أقدار الله، ارض بما كتب الله وقسم الله. هذا المسلم، هذا هو المؤمن. الصبر هو علاج الابتلاء. إذا ابتليت تصبر. وإن طالت واشتدت وجاء الضيق ثق أن الفرج قريب جدا. أنت يا إنسان في حاجة ماسة إلى الله سبحانه وتعالى، فاعد إلى الله في كل حين وترقب التيسير وانتظر التباشير.